معانا سؤال بيقول: أنا بنفعل جامد والمشاعر بتيجي بطريقة رهيبة وقت ما بكون حزينة أو مش مبسوطة، فبدي رد فعل للموقف بيبقى أوحش. إزاي أتعامل مع المشاعر وانفعالاتي وقت الحزن أو وقت عدم الاتزان عموما، علشان أتحكم في مشاعري وماخدش قرارات غلط أو أعمل ردة فعل تكون آه، يعني تضايق الناس اللي قدامي. السؤال ده عشان نجاوبه لازم الأول نشوف النوع اللي بيسأل السؤال، هل هو ذكر أو أنثى؟ ليه؟ لأن ربنا خلق الأنثى بطبيعة جسم مختلفة وبسيكولوجية مختلفة وهرمونات مختلفة تماما، عشان كده قال هنا في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. ولو أنا حطيت في دماغي طبيعتي الأول، يبقى أعرف إن أنت أو أنت هتمشي في حياتك بطريقة أفضل بكتير. فأول حاجة نقول، لو اللي بتسأل السؤال ده أنثى، فحضرتك عندك بريك في الشهر بيأثر على انفعالاتك جدا. فنخلي بالنا نعمل ريمايندر على الموبايل، في كده ايقونه اسمها نوت بوك، حضرتك هتدخليها وتكتبي الميعاد بتاع البريك اللي بيجي لك كل شهر، بس نعمله قبلها بيومين او ثلاثه. بيقولوا العلماء ان كمان من 7 ل10 ايام الهرمونات بتاعه الانثى بتتلخبط قبل البريك ده، بس احنا هنعمله من قبلها بيومين او ثلاثه عشان الموبايل يذكرني ان الوقت ده وقت داخل عليا لخبطه هرمونات. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الهرمونين الاساسيين الموجودين في الانثى هو هرمون الاستروجين هرمون الانوثه، وهرمون البروجسترون. الاتنين دول بيقلوا جدا لما بيبقى وقت البريك الشهري بتاع حضرتك بيقرب. طيب بناء عليه ان الهرمونات بتاعه الدماغ بقى، بتاعه تظبيط المزاج، بتاعه السعاده والانبساط، السيروتونين والدوبامين، الاتنين دول بيتاثروا بناء على نزول هرمونات الانوثه، فبرضه بيقلوا. علشان كده الانثى تلاقيها ما قبل البريك وهي داخله حتى على وقت البريك بتلاقيها متلخبطه، قلق بيزيد، توتر، ممكن تلاقيها بتعيط من غير سبب، تحس انها داخله في اكتئاب، او بتبقى عصبيه جدا وردة فعلها بتبقى رهيبه على امور بسيطه. عشان كده الريمايندر اللي انت عملتيه على الموبايل ده هيفكر حضرتك ان احنا داخلين الوقت ده، زي كده ما بنبقى عارفين ان احنا داخلين رمضان فبنبقى مجهزين نفسنا لرمضان. نفس الحكايه، حضرتك هتبقي مجهزه نفسك ان ده وقت البريك بتاع حضرتك قرب. فنخلي بالنا انه انا مش هبقى بطبيعتي ولا هتبقى هرموناتي مظبوطه، فهبدأ اخد خطوة لورا ان انا ما اعملش اي ردة فعل في المواقف غير لما اتحكم في مشاعري. نيجي بقى للنقطة التانية: ازاي اتحكم في مشاعري وانا غضبانة او زعلانة او حزينة او كده؟ والإجابة هنا هتبقى للاتنين سواء ذكر أو أنثى. الإنسان عنده مخ، والمخ هو اللي بيتحكم في ردود أفعالك كلها، بس حضرتك اللي بتتحكم في المخ بتاعك. يبقى حضرتك لازم تعمل للمخ رابطة لذيذة جدا. بنعمل رابطة للمشاكل، رابطة لردود الأفعال. فالأول اعرف انت ايه الحاجات اللي بتضايقك وبتزعلك. أغلب المواقف لما بتحصل كل إنسان عارف ايه الحاجات اللي بتعصبه وبتنرفزه، ومين الناس اللي في حياته مثلا بيعصبوه وهكذا. لو انت غضبان او زعلان او في وقت يعني منفعل جدا، حاول على قد ما تقدر ما تعملش اي ردة فعل وتقول لهم سيبوني لما اهدى خالص وبعدين ابدأ خد قراراتك وردود افعالك. لكن لو مش هتعرف تعمل ده وهتلاقي نفسك غصب عنك بتعمل يعني ردود افعال، او مش بتعرف تسيطر على مشاعرك، يبقى حضرتك هتعمل رابطة للمخ ظريفة جدا، انه اختار الحاجة اللي ترد بيها على الناس بس من غير ما تضايقك. فالرابطة هتبقى كالآتي: أنا دلوقتي متضايق، فأنا مثلا هدخل الأوضة واحدة، لا أنا هقول لهم اصبروا عليا شوية، ادوني بريك، هقوم أشرب مية، هعمل لي كوباية قهوة الأول وبعدين أشوف اللي هيحصل إيه. إيه الحاجة اللي أنت لما بتعملها بتهدى؟ لازم تبقى عارفها الأول. تفكر مع نفسك ايه الحاجة ان انا لما بعملها بهدى جدا، علشان يبقى هي دي الرابطة اللي انا هعملها وقت منفعي. الحاجة التانية كمان، ان مهم جدا تبقى متعرف على نفسك وقت المشاعر، الغضب والعصبية. يعني
كل انسان عارف لما بيتعصب بيعمل ايه. في حد بيكسر، في حد بيزعق، في حد بيسكت خالص، في حد بيقعد يكتب، في حد بيقطع حاجات قدامه، في حد بيدخل يطلع في الاكل مثلا، في حد بينزل من البيت جري ما بيقعدش. فالاول اتعرف حضرتك ايه الحركة او السلوك اللي بتعملها لما بتحس بالعصبية. بعدها هنبدأ نشوف ايه بقى اللي بيهدينا. ففي ناس تقول لك انا بدخل اخد دش بهدى، في حد يقول لك انا بدخل انام مع اني ما برجحش خالص النوم وقت المضايقه، في حد بيقول لك انا بحب اقعد لوحدي، انا بطلع في البلكونه، انا بحب ما اتكلمش مع حد ساعتها، بمسك الموبايل افر فيه. طبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم اكتر حاجه قعد يوصي الصحابه عليها لا تغضب لا تغضب، وقعد يكررها لحد الصحابه ما قالوا ليته سكت. ليه رسولنا صلى الله عليه وسلم هو دايما بينصحنا؟ علشان مصلحتنا، لأنه يعلم بعلم الله سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ليه قاعد يقول لا تغضب كتير؟ عشان يعلم ان في خلايا في الدماغ بتموت بسبب الغضب الشديد، وفي نفس الوقت الخلايا دي ما بتتجددش تاني. الحاجة التانية، الغضب أصلا جاي من الشيطان، والشيطان هو أصلا مخلوق من النار، فهو بينفخ في حضرتك من ناره. فأنت بتحس إن أنت بتغلي وسخن وأعصابك بايظة ومخك بيشيط ودماغك بتغلي وكل ده. فالمفروض النار بتطفيها المية. فعشان كده رسولنا قال يا تشرب مية، يا تقوم تتوضى، يا تغسل وشك، المهم هات لي أي شوية مية يطفوا نار حضرتك. لو عرفت تعمل ده يبقى جميل جدا. لو ما عرفتش او كنت في مكان ما فيهوش ميه او مش متاح حتى ان انت تغسل وشك ولا تشرب ولا تتوضى، يبقى على الاقل اعمل ربطه في دماغ حضرتك بانه اول ما هتضايق هعمل كذا. الناس التراكوة بيطلعوا في الهواء وياخدوا نفس. النفس بيهدي جدا على فكرة، وبيطلع شحنة الغضب، وبيخلي الدماغ يتنفس كويس، والأكسجين اللي بيدخله بتبقى بكميات كبيرة، فتلاقي الإنسان بعدها فاق شوية كده. دول التراكوة. المصريين لا، ما بيشوفوش قدام. فبعد اذنك لو سمحت، لو انت مصري وابن مصري، فبعد اذنك حط لنفسك ربطه ظريفه كده، انك لما تتعصب انا هعمل كذا. لو ربطتها في مخك، يعني انا واحده من الناس قلت طب الذكر موجود، هتعصب هذكر الله، هتضايق هذكر الله. طيب لو انا مجرد ما قلت ساعه العصبيه هتيجي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، ها بدات افوق. فكل واحد فينا يعمل رابطة في دماغه. رابطة يعني ايه؟ يعني بربط المخ لما يحصل كذا يفتكر كذا. فاهمين قصدي؟ زي مثلا زي رابطة مثلا ايه، لما بشوف البحر بفتكر الهدوء مثلا او الروقان او الراحة النفسية مثلا. فنعمل جوه المخ الرابطة دي. انا هتعصب يبقى اذكر الله مثلا. حد تاني يقولك ليه انا هتعصب يبقى انزل على طول من البيت او امشي من المكان اللي انا موجود فيه. انا هتضايق يبقى ادخل اقعد لوحدي ما اكلمش حد عشان ما حدش يزعل مني. رسولنا صلى الله عليه وسلم ادانا برضو حتة جميلة قوي، قال لك لو انت غضبت فلو كنت قاعد اقف، ولو كنت واقف اقعد، ولو كنت موجود في مكان امشي منه. ليه؟ لان هو ده بالظبط اللي بيحصل للمخ ساعة العصبية، انه لما بيغير المكان او القعدة، ال- الحركة الفجائية دي بتخلي المخ يفوق من نوبة الغضب. فصدقوني والله لو عملتوا الحاجات البسيطة دي هتهدى. وبعدها بقى نبدأ نعمل حاجة حلوة لنفسنا. فاحنا قلنا كل واحد يعرف ايه الحاجة اللي بتهون عليه على طول او بتهديه على طول. والمية اهم حاجة في القصة دي كلها عشان نطفي يعني نفخة الشيطان. وبعد كده ابدأ بقى خد قراراتك بالراحة، أو اعتذر لو مثلا عملت فعل ضايق حد، أو اتكلم مع الناس، أو شوف بقى موضوعك. المهم إن أنت تقريبا سيطرت على انفعالاتك وقت الغضب، أو ردود أفعالك ما تبقاش قوية قوي فتزعل الناس منك وتندم بعد كده.